وتاني فساد الحكم والتشريع. أسألك بالله يا شيخ، لو الناس زي حكموا شريعة الله وحكموا دين الله، القاتل يقتل، السارق تقطع يده، الزاني المحصن يرجم، الزاني الغير محصن يجلد، الناس لو أقاموا الحدود، أسألكم بالله بتكون عندنا إشكالية؟ السودان بيكون عنده مشكلة؟ أسألكم بالله يا إخوان، في مشكلة تاني. انتوا عارفين ربنا قال شو؟ حياتنا ما بتصلح إلا بالشريعة. وأول ما قال الله في شأن نبيه ثم جعلناك على شريعة من الأمر. عشان ما تقول لي مدنية وانت ما فاهم أي حاجة. مدنية مدنية مدنية. عارفين مدنية معناه شو؟ إنه الدين ما عنده دخل في حياتنا الشخصية. الدين ما يتدخل في حياتنا، وحياتنا عندها قيمة من غير دين يا مسكين يلي بتنبح وتكورك مدنية. انتوا عارفين مدنية معناه شنو؟ معناه الدين ما عنده علاقة بحياتنا الشخصية، نزني نشرك بالله نسكر نكتل، الدين ما عنده دخل. ما لا تمشي عريانة يلعبوا كورة، جابوا لكم بنات يلعبوا كورة كمان. رأيكم شنو؟ والسودان حيشارك في كأس العالم للنساء. يعني تخيل بنتك اختاروها في منتخب شندي، وبنت فلان انتخب كده في منتخب كسلة، ويكونوا منتخب يسموه منتخب السودان للنساء. تخيل يلعبوا مع الكافرات ولابسات الشورت القصير والفنايل المحزقة. الله المستعان، الله المستعان. دي المدنية. والله حياتنا من غير شريعة ما عندها قيمة. ثم جعلناك على شريعة ايش؟ من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وفي شأن الأنبياء لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. والله يا أخواننا أي نبي ربنا أرسله ولا رسول أداه شريعة، صح ولا لا؟ والحياة من غير شريعة ما بتصلح، صح؟ شرع لكم من الدين خلاص. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون إيش؟ أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الآن وضعوا قوانين زي ما بيقولوا قوانين فرنسية، قوانين بريطانية، قوانين شيطانية، خدتوها في محي شريعة الإسلام ونحو الشريعة بالكلية. مصيبة ولا ما مصيبة يا أخوان؟ والله أديكم معلومة، أنتوا عارفين ربنا قال شنو؟ الناس لو حكموا شرع الله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم بيحصل إيه؟ لأكلوا من فوقهم وتاني ومن تحت أرجلهم لأكلوا. الآن شوف الناس واقفين في صف العيش جعانين، صح؟ البنزين بالصف والجاز بالصف والعيش بالصف، كل شيء، حتى التنباك بقى بالصف. التنباك بقى ما في، تخيلوا التنباك بقى بالصف. والله يا اخواننا لو في عقيدة ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا النتيجة لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الحصل ايه؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. عشان كده الناس لو حكموا شرع الله ودين الله وأقاموا الحدود والله نصبح أعزة زي ما قال عمر رضي الله عنه كنا أذل قوم في الجاهلية فأعزنا الله بالإسلام متى ما ابتغينا العزة من دونه أذلنا الله. يا أخي ربنا يقول أن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أكثر من كده دارين شنو يا أخوان؟
اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله لنا الإسلام دينا. والآن إسماعيل التاج وغيره من الشيوعية والعلمانية يضرب في الإسلام ويطعن في الإسلام. الآن قالوا عايزين نساوي الراجل بالمرأة. في شنو يا أخواننا؟ عايزين يساوي الراجل بالمرأة. تخيلوا في شنو؟ في الشهادة وثاني وفي الميراث. الله في سورة البقرة حسم القضية دي، قال 2 مرة بيعدلن كم راجل؟ واحد، صح ولا لا؟ وفي الميراث التفصيل واضح. ديل قالوا لا، دار نخلي الراجل والمرأة في الميراث والشهادة واحد. طيب ده طعن في ايه؟ في الدين ولا ما طعن في الدين؟ طيب الطعن في الدين بقعدك في الدين ولا بمرقك برا الدين؟ هم ذاته ما دخلوا عشان نمرقهم، اصلا مارقين. علماء يا اخي ما يؤمن بوجود الله، شيوعي لا اله والحياة مادة. واحد علماني ثاني تلقاه مشرك والثاني ملحد. مصيبة ربنا ابتلانا بهؤلاء القوم. يجي في قناة او في اليوتيوب يصرح بانه نريد ان نساوي المرأة والرجل في الميراث. برضو نحن من باب حرية وعدالة وسلامة عندنا راي، اكبر راينا. زي ما انت عايز تساوي المرأة والرجل في الميراث وفي الشهادة، برضو عايزينك تساوي المرأة تحيض شهر ومرتك تحيض شهر. حلوة ولا مو حلوة؟ ولا كيف يا اخوانا؟ المرأة تحيض ولا ما تحيض؟ تحيض. يبقى نساويك مع هذه المرأة، انت تحيض شهرا وهي تحيض شهرا. رايك ايه يا احمد عبد القيوم؟ تحمل سنة وتحمل انت سنة البعدة. لو جابت تيمان برضو نطالبك بانك تجيب تيمان. ترضع سنة وترضع هي شنو؟ انت ترضع سنة وهي ترضع سنة. هل يكون ذلك؟ قال تعالى فطرة الله فطرة الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ما ممكن نساوي الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل، لا يكون ذلك. الشريعة قالت كده لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عشان كده اخوانا ما ينبغي السكوت على أمثال هؤلاء إسماعيل التاج وغيرهم من الملاحدة والعلمانية والكفرة. ما ينبغي السكوت. ليه؟ لأنهم الآن يضربوا في دين الإسلام، يطعنوا في الإسلام. بل والله منهم من قال وسمعتها بأذني، قال والله لو امتدت يد الله على متارسنا لقطعناه. قطع الله لسانك.